سياده الوزير، بعد الاستاذ عبد العزيز ما قال ربنا يهديك، واضح ان دعوته استجابت وربنا هداني فعلا. يا رب يا رب ويهدينا معاك يا سياده المستشار. لا يعني واضح ان انت يعني كان باب السماء مفتوح. سياده الوزير، المشكله التي اثيرت اخيرا بسبب هذا اللاعب، انا قلت قبل كده ان الحوار المحترم، هذا اللاعب لن يعني لا يجيب للاهلي بطولات، الاهلي دولابه مليان بطولات، ولا ينقص من الزمالك بطولات. فانا بقول لسيادتك اهو منعا لهذا الاحتقان، انا هبعت بكره حد يسحب الشكوى بتاعت هذا اللاعب. اشكرك يا سياده كتر خيرك. شكرا يا سياده المستشار. شكرا، انا بشكركم. شكرا استاذ عبد العزيز، شفت ربنا هداني ازاي؟ ربنا يصلح حالنا جميعا. ربنا يصلح حالنا جميعا. ربنا واعمل ده على فكره من غير ما حد يا استاذ عبد العزيز يضغط عليا ولا يتدخل، خلي بالك، ولا طبعا انا مش طبعا لكن انا برضو حفاظا على العلاقات بين جماهير الناديين نمره واحد. صحيح. ما دام هذا اللاعب هيعمل فتنه في البلد وبين جماهير ناديين زي ما حضرتك قلت، في بعض الشباب متعصب هنا ومتعصب هنا، بكره ان شاء الله مدير عام النادي. شكرا يا سياده المستشار. الشكوى ده قرار محترم جدا وبنحييك عليه وبشكرك عليه جدا جدا. بشكرك، وان شاء الله كده خلصت المشكله. وبعد كده بقول تاني، لو دعاني الاخ محمود طاهر سياده الوزير هروح، لو عايز يجي نادي الزمالك يتفضل، هو مجلس ادارته فوق دماغنا يشرفه، واخد بال حضرتك. باب الاهلي مفتوح وان شاء الله هيقدم خطوه يا سياده الوزير هيلاقيني بجري 10 خطوات. اشكرك يا سياده ان شاء الله. بشكرك جدا سياده المستشار. بالتالي دي نهايه جميله جدا.